عمري ما خطر لي إن يكون عندي أي فكرة تانية ناحية أمي، بس الصحبة دي هي اللي خلتني أعمل كده معاهم هما الاتنين. أنا شاب عادي، كنت عايش مع أهلي وخلصت جامعتي وبدأت شغل. حياتي كانت عبارة عن روتين ممل، الصبح شغل وباقي اليوم قاعدة في البيت. البيت مفهوش غيري أنا وأمي، أبويا على طول في الشغل وبيرجع متأخر بالليل خالص. أمي كان ليها صاحبة واحدة بس، يا إما بتجيلها البيت على طول يا إما أمي بتروح لها. كنت أعرفها من وأنا صغير، وكل كلامهم كان بيدور على حاجة واحدة بس، جوازاتهم اللي على طول في الشغل وما بقوش لاقين راحتهم معاهم. وده كان بيخليهم يدخلوا على مواقع ويتفرجوا على حاجات. أنا وقتها كنت لسه صغير وما بفهمش، بس لما كبرت واشتغلت قلت خلاص يمكن الموضوع ده عدى وراح. لما كنت صغير كنت بسمع الكلام ده وكنت بقعد معاهم، عشان أمي ما كانتش بترضى تسيبني ألعب في الشارع، على طول مخلياني في البيت، أرجع من المدرسة على البيت مباشرة. عشان كده كانوا بيلبسوا قدامي براحتهم ويتكلموا براحتهم، مش شغالين دماغهم بيا، فاكريني عيل صغير ومش فاهم أي حاجة. بصراحة في حاجات لحد دلوقتي ما كنتش قادر أنساها. لما كبرت ما بقيتش بقعد معاهم كتير، وفعلا ابتديت أنسى الموضوع. في يوم سمعت أمي بتكلم صاحبتها في التليفون. طبعا أنا ما بقيتش سائل على الحاجات دي عشان كبرت، ما كنتش عارف بالظبط بيتكلموا عن إيه، بس كنت سامع كلام أمي ومن سياق كلامها كنت عارف هما بيتكلموا عن إيه. طبعا هي ما خدتش بالها مني، ولقيتها بتقول لها في موقع عليه صور وأفلام، وده أكيد موقع أجنبي، لما تيجي بقى نشوفه مع بعض. بصراحة الكلام ده خلى عندي فضول جهنمي إني أعرف إيه اللي بيحصل. سمعت الوقت اللي حددوه سوا، وقلت لنفسي حتى لو كان عندي شغل أنا هاخد أجازة عشان أعرف إيه اللي بيحصل، وإزاي هما لسه على نفس الموال بتاع زمان. أنا عارف ومتأكد إن حتى لو كنت موجود في البيت هما مش هيعملوا لي أي حساب. هما أصلا طول عمرهم بيدخلوا الأوضة ويقفلوا عليهم ويتفرجوا براحتهم من غير ما حد يحاسبهم. وفعلا اليوم اللي حددوه عشان تيجي فيه صاحبة أمي صادف بالظبط الوقت اللي برجع فيه من الشغل. طبعا أنا كنت واصل البيت قبلها وكنت قاعد بتغدى، لقيتها داخلة وبتسلم عليا، بس بصيتها كانت غريبة قوي، كأنها بتقول حاجة، بتبصلي من تحت لفوق وبتضحك. أنا استغربت الصراحة. المهم لقيت أمي بتقولي أنت محتاج مني حاجة؟ قلت لها لأ، تسلم إيدك يا أمي، شكرا. قالت لي طب أنا داخلة أنا وخالتك الأوضة، كلام حريم يعني. قلت لها خدوا راحتكم خالص، ولو محتاجين حاجة أنا أجيبها لكم. صاحبتها هي اللي ردت قالت لي هتحتاج إيه؟ قلت لها اتفضلي يا طنط. ضحكت تاني وقالت لي طنط؟ أنا أصغر منك أمك. قلت لها معلش. قالت لي لأ مش عايزة حاجة، بهزر معاك. أنا كنت مستني بس اللحظة اللي يدخلوا فيها الأوضة ويقفلوا عليهم عشان أروح أتسحب واتسنت على الكلام اللي هيدور ما بينهم. وفعلا دخلوا وقفلوا الباب. رحت أنا متسلل ووقفت ولزقت ودني على الباب. لقيت أمي بتتكلم وبتقول مش معقولة، إيه اللي بتقوليه ده؟ صاحبة أمي ردت عليها إزاي؟ ما أنا بقولك كده، واحدة صاحبتي بعتت لي الموقع ده، ولما دخلت عليه لقيت اللي انتي شايفاه ده، أفلام وصور. أمي قالت لها بس انتي شايفة اللي أنا شايفاه؟ ردت الصحبة أيوة، عشان كده أنا قلت لازم أوريك الحاجة دي. أمي سألتها مش ده موقع أجنبي؟ الصحبة عادي، الموضوع ده بقى في كل حتة. أنا كنت عايز أعرف إيه الحاجة الغريبة دي اللي شافوها. رجعت أمي تتكلم تاني وقالت معقولة في كده؟ قالت لها الصحبة وفي أكتر، انتي مش بتعرفيش عن القصص دي، واحد مع أمه أو أخته أو الكلام ده؟ أمي قالت لها أيوة بسمع عنه، بس في الواقع ما اعتقدش. ردت الصحبة محاولة تقنعها إزاي؟ أي حاجة بنشوفها لازم تكون من الواقع. كانت بتحاول تقنع أمي إن الموضوع ده فعلا موجود وحقيقي وواقعي وحصل. فجأة لقيت أمي بتقول لها هو انت شايفة الموضوع ده عادي؟ صاحبتها ردت عليها بكل جرأة أكدب عليكي لو ما قلتلكيش عاجبني، وبصراحة دي حاجة نفسي أجربها. أمي اتصدمت، إزاي تقولي حاجة زي دي؟ لا مش معقول. قالت لها الصحبة مش معقول إيه بس؟ انت لو قريتي القصة كلها هتعوزي زيها بالظبط، وخليكي فاكرة كلامي، ما انت كمان زيي، وجوزك بيرجع وش الفجر، مش سايبك طول النهار عشان يرجع فيه حيل. أمي سكتت شوية وقالت تصدقي؟ لا بس طبعا ده ما يخلينيش أفكر في ابني. لا مستحيل.
أول ما سمعت صوت خطواتهم جاية ناحية الباب جريت بسرعة على أوضتي من غير ما يعملوا أي صوت. بصراحة الكلام ده قعدت أقلبه في دماغي كتير قوي، في حاجات كتير ابتديت أفكر فيها، حاجات عمري ما كانت تخطر لي على بال. هم اللي خلوني أفكر، وهم اللي خلوني عايز أعمل كده. من يومها أي زيارة تيجي فيها صاحبة أمي دي للبيت أروح أتصنت عليهم، وكل كلامهم بيدور في نفس الموضوع، لحد ما صاحبة أمي اللي هي صاحبة الفكرة من الأساس خلت أمي اقتنعت إن أنا الحل. أنا الحل ليها وليها هي كمان. إزاي؟ إني أنا اللي هكون ساتر وغطى عليهم، وأنا أولى وأكبر من الغريب، وعمري ما هفضحهم. كانت أمي ساعات تقول أنتي بتقولي إيه؟ أنتي مجنونة. وساعات تسكت، معرفش كانت بتفكر، مترددة، عايزة بس خايفة. كل ما يتكلموا هما في الموضوع ده كل ما أنا كمان بستنى اللحظة اللي هيطلبوا مني فيها ده. وأنا عارفهم وعايش معاهم مش هيجيبوها لي صريحة، هيبقى مجرد تلميح بس. أصلا صاحبتها جوزها على طول بيسافر، وأنا أبويا طول الوقت في الشغل، بيرجع وش الفجر زي ما قلت. يعني الظروف مهيئة لكل حاجة. في يوم رجعت من الشغل لقيت أمي بتقولي معلش أنا هطلب منك طلب بعد ما ترتاح وتتغدى. قلت لها تأمريني، عايزة إيه؟ أنا حتى قبل ما أتغدى لو أي حاجة أعملها. قالت لي خالتك محتاجالك في حاجة في بيتها. قلت لها خير؟ قالت لي كل خير، بس زي ما انت عارف جوزها مسافر، وهي عايزة تشيل حاجة تقيلة في البيت ومش عايزة تدخل حد غريب، وزي ما انت عارف أهلها مش هنا عشان تجيب أخوها أو ابن أخوها وحاجة زي دي، هي بتيجي عندنا إحنا بس. قلت لها ماشي من عينيا عادي. خلصت أكل وارتحت، مع إني بصراحة ما كنتش مرتاح خالص، كنت عايزة أروح في ساعتها عشان تقريبا أنا كنت عارف هي عايزة إيه، وكنت مستني الفرصة دي. وفعلا لما رحت وخبطت وفتحت لي الباب كانت مستنياني، بس طريقتها كأنها مستنية جوزها بالظبط. كانت لابسة حاجة بيت خفيفة جدا ومحضرة نفسها. بصراحة كانت ريحتها جميلة جدا، زي ما قلت كأنها مستنية جوزها. بس أنا عارف كل الموضوع من الأول. قلت لها خير يا طنط، محتاجيني في حاجة؟ ضحكت وقالت لي هو أنت شايفني كبيرة قوي عشان تقولي طنط؟ قلت لها معلش أنا آسف نسيت. قالت لي قوم محتاجاك في حاجة مهمة كمان. قلت لها خير؟ قالت لي ما تستعجلش بس. قلت لها مش مستعجل، معاكي للصبح. قالت لي ده اللي أنا عايزاه. قلت لها عايزة إيه؟ قالت لي ما أنت عارف وعامل نفسك مش فاهم، ما أنت لسه بتقولي هتقعد معايا للصبح. وقربت ناحيتي وقالت لي بس في سر صغير كده. قلت لها خير؟ قالت لي أمك كمان عايزة. قلت لها مش فاهم، مالها أمي؟ قالت لي اللي ناقصني ناقصها، وبلاش تعمل نفسك مش فاهم. قلت لها أنتي ماشي بس أمي لأ. قالت لي لأ إزاي، ما ده شرطها الوحيد، وهي بس ما قدرتش تقولك، اتكسفت يعني، فأنا قلت لك مكانها. وعلى فكرة هي زمانها في السكة وجاية. قلت لها جاية فين؟ أنا سايبها في البيت. قالت لي لسه مدياني تليفون، هي جاية وراك، أنا بس بجهز الجو وبهيئ الجو زي ما أنت عارف. أنا بصراحة مخي كان شغال وبيقولي اوعى تعمل غلطة زي دي، بس إن أنا أتحكم في نفسي دي اللي ما كنتش عارف ولا قادر عليها. ويومها فعلا زي ما قالت حصلت حاجات عمري كنت أتوقع إنها تحصل. لما الموضوع خلص كنت حاسس إني بحلم، بس بصراحة الموضوع ده خلاني واحد تاني خالص، مش عارف أفوق منه ولا بطله. ولحد دلوقتي أنا اللي بكلمك ده لسه على وضعي معاهم، ولسه مستمرين زي ما احنا. كل ما كنت أراجع نفسي وأقول لهم لازم نتوب على اللي بيحصل ده، كانوا بيردوا عليا هم الاتنين بكلمة واحدة: احنا مش هنعرف نعمل اللي انت بتقول عليه ده، يا إما هنروح لحد غريب وانت أولى بينا، وكمان ستر وغطاء علينا ومش هتفضحنا. لكن إننا نوقف حاجة زي دي لأ، ما تقولناش حاجة زي دي، احنا مش هنقدر عليها. بصراحة أنا مش عارف أعمل إيه ولا أتصرف إزاي. أنا فعلا اتعودت على كده معاهم، بس ضميري مش مريحني خالص.